السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات متنوعة مع ماريا. اليوم اخواتي اخواني اخواتي غادي نقدم لكم هاد الطاكوس بهذا الشكل هذا، كيجي رائع. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. المهم على بركة الله ندوزو للمقادير. بالنسبة للمقادير عندنا البصلة، عندنا الفلفلة حمراء، وعندنا واحد خيزوية مشرتها بهذاك الشكل. وغادي تينزلوا غادي نضيف عليهم الملحه ونضيف عليهم الكمون، ودرت الابزار، ولا بغيتو ديروا صلصه الهريسه ولا الصلصه الحاره اللي بغيتو. المهم غادي درت الكمون والتحميره والابزار، يعني فقط الخرقوم اللي ما درتوش، درت التوابل كامله. صافي غادي نخليهم حتى ينزلوا ويتشحروا مزيان، ونضيف لهم واحد شويه ديال الكفته د لادانت. كتبقى اختياريه، بغيتو ديروا الكفته، بغيتو ديروا الطون، بغيتو ديروا الكفته يعني ديال اللحم فيوند هاشي اللي بغيتو. ضفت الزيت، غادي نخلط على هذا الشكل مزيان مزيان حتى ينزل هذا الشيء. شوفوا من بعد ما تشحرت نزلات، غادي نضيف لها الصدر ديال الدجاج. انايا طحنته هشيته بهذا الشكل هذا. غادي نطيبو على هذا الشكل ونميلونجي كلشي، وغادي ندوز نعمرهم داك طاكوس بهذاك الشكل هذاك الدائري. هنا كان بعد ما قطعتهم بهذيك الدائره يعني ديال كنقطعوا بها البيتزا، ودرتهم هكا على هذا الشكل دائري. صافي وكنحط فيهم الحشوه بهذا الشكل هذا. عمرتهم كاملين بهذيك الحشوه اللي صيبت، وضفت عليهم الفرomاج والموتزاريلا اللي موجود، سواء الحمر ولا الموتزاريلا بحال بحال. صافي غادي نبقى كنشكل على هاد زعما ندير عليهم هاد الفرماج كاملين، وغادي ندخلهم الفران على نار متوسطه. وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالهم كي جا شكل نهائي. جاو زوينين صراحه. هاد المملحات يعني كيوجدوا بسرعه وما كياخذوش نهائيا الوقت، فقط عندهم واحد الوقيته باش كتصايب هذيك الحشوه، فقط ما كياخذوش منك بزاف ديال الوقت، ودغيا كيوجدوا. صافي دابا غادي ندخلهم للفران. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما طابوا. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش اخواتي من البارطاج مع العائله والاصدقاء لتعم الفائده. الى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.